طبعا في حديثنا عن الأشعة التشخيصية لازم نركز ونأكد على نقطة معينة ومهمة جدا، أن الأشعة مثل ما قلنا هي سلاح ذو حدين. شلون سلاح ذو حدين؟ أنا طبعا كمريض أراجع الدكتور، وطبعا أسعى أن يكون في علاج حق حالتي المرضية. الدكتور أبخص طبعا في حالتك أنت عزيزي المريض، أنه ممكن يعرف هل أنت محتاج الأشعة التشخيصية أو محتاج الطب النووي. في الحالتين هم على حسب حالتك أنت الصحية وشنو تستدعي. طبعا هذا القرار راح يكون بيد الدكتور، ممكن يعطيك الاثنين. ممكن في البداية يقول لك تسوي الأشعة التشخيصية، وعقب إذا شفنا أن الحالة لا والله نبي تفصيل أكثر حق العضو اللي نبي نشوفه ومضطرين نشوف الناحية الفسيولوجية فيه، يحولك على الطب النووي. بس اللي بقوله أن كلاهما مفيد، وفي المقابل كلاهما ممكن يكون سلاح ذو حدين. فضروري أن المريض يتبع كلام الدكتور، ولأن الدكتور طبعا أكيد هو ما كتب له الأشعة هذه سواء التشخيصية أو الطب النووي إلا أنه عارف وين يكون هو ماشي على درب معين وماشي على خطة علاجية معينة. إذا شاف أن التشخيصية ما تفيدك، ممكن الطب النووي يكون عنده الإجابة حق الحالات، وممكن الأشعة والطب النووي ستيل ما تكون الصورة واضحة للدكتور، فيطلب منك أشياء ثالثة غير عن مجال الأشعة. طبعا هو الهدف في الموضوع أنه دائما أتمنى أن المريض يتبع تعليمات الدكتور، لأن بالنهاية يعني مصلحته عند الدكتور، وهو خلينا نقول الأبخص في أنه يعرف حالتك وين رايحة في أي مجال سواء تشخيصي أو طب نووي. ومثل ما قلنا أن الطب النووي أنه ممكن فيه كميات أشعة نعطيها للمريض أنت ممكن تكون في غنى عنها، أو راديو أكتيف ماتيريالز. في المقابل التشخيصية أنا قاعد أعطيك أشعة اليوم يمكن أنت ما أنت بعازلها، لا سمح الله تيني باكر في حالة طوارئ وأنت فعلا محتاج حق الأشعة، فليش تعرض نفسك لأكثر من مكان والأكثر من موقف وأنت ما أنت بعازلها؟ فنصيحتي لكم أن دائما نشوف رأي الدكتور بالموضوع. إذا أنت فعلا محتاج الأشعة أو الطب النووي تكون مع شور الدكتور، وألف سلامة عليك.